بلاك روك شركة أغلب الناس عمرها ما سمعت عنها، بس الشركة دي حرفياً بتمتلك العالم. أغلب البنوك الأمريكية تحت سيطرتها، ليها نصيب في أكبر شركات الأدوية، الإعلام، التكنولوجيا، البترول، السلاح. اسمها موجود في كل حتة. الشركة دي بتدير أصول بحوالي 10 تريليون دولار. ده رقم أكبر من اقتصاد دول كاملة، رقم بيقرب من نص الناتج المحلي لأمريكا ذات نفسها، وبتشرف على حوالي 10% من الأسهم اللي بيتم تداولها حوالين العالم. زي ما قال هنري كيسنجر، اللي يتحكم في الفلوس يتحكم في العالم. ولا شركة في التاريخ كان ليها التأثير العالمي ده. والأغرب إن بلاك روك عملت كل ده في 34 سنة بس، والغريب إنك عمرك ما سمعت عنها، وده لسبب هيبان بعدين، لأن بعد ما تشوف الفيديو ده هتفهم النتائج الحقيقية لسيطرة بلاك روك الضخمة، غزو واسع النطاق زي اللي ما شفناهوش في الحرب العالمية الثانية. طب ازاي بلاك روك قدرت تاخد النفوذ ده كله في العالم؟ ازاي شركة استثمار مملة اتحولت لأقوى شركة في التاريخ؟ عشان نفهم ده لازم نرجع بالزمن ونشوف ازاي لاري فينك عمل بلاك روك. لاري فينك اتولد في عيلة غنية في لوس أنجلوس في 1952، ومن البداية كان دايما عنده جوع للسلطة. السنين الأولى قضاها وهو بيحاول يدخل مجال السياسة، وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس. ولكنه بسرعة اكتشف إن السياسة مش هي مكان السلطة الحقيقي، الفلوس هي السلطة. ومن بدري غير تركيزه وراح لمجال البنوك والعقارات. وأثناء الكلية لاري كان غرقان في عالم الأغنياء وأصحاب النفوذ، لأنه كان عضو بدوام كامل في جماعة سرية اسمها كابا بيتا فاي، مجموعة كان من أعضائها مايكل بلومبرج وكمان رؤساء جولدمان ساكس. لاري استغل العلاقات دي لأقصى درجة ممكنة، وبدأ شغله في قسم سندات الرهن العقاري في بنك اسمه فيرست بوستن، بنك استثماري مقره نيويورك. ومن هنا لاري بدأ يعمل اسمه في عالم المال، لأنه في خلال شغله في فيرست بوستن بقى واحد من أعلى الموظفين دخلاً، وحقق أكتر من مليار دولار أرباح. كان ماشي بسرعة ومفيش أي حاجة بتوقفه، وكان باين إنه هيبقى المدير التنفيذي. وخلال الفترة دي بقى خبير في الاستثمارات المعقدة اللي ناس قليلة جدا فهمها. لكن النجاح ده ما جاش من غير تمن، فبدأ يصنع قنبلة موقوتة، وهو الوحيد اللي كان عارف يفكها ازاي. في سنة 1986 مغامراته الخطيرة وطموحاته لحقوه. بعد شوية صفقات خطرة بزيادة، لاري عمل غلطة كبيرة جدا، خسر 100 مليون دولار من فلوس البنك في شهور قليلة. وهنا كل السمعة والاحترام اللي بناهم بدأوا ينهاروا، وده كان السبب لطرده من فيرست بوستن. كان باين إن حلم السيطرة على العالم مجرد خيال ساذج، وإن عمره ما هيوصل للقمة. لكن لاري فينك ما كانش هيسيب سلطته بسهولة، وهنا قرر إن هو يستغل الكارثة دي لصالحه، ووعد إنه يخلي إدارة المخاطر وتجنبها تركيزه الأساسي من دلوقتي. وبعد ما بقى عاطل وهو عنده 36 سنة، اتجمع مع شوية من معارفه القدام من كابا بيتا فاي، وفي 1988 اتأسست بلاك روك. وفي وقت قصير جدا لاري بدأ يكسب فلوس كتير، وفي 5 سنين بس بلاك روك طلعت قيمتها من 5 مليون دولار ل 8 مليار دولار. لكن الطريق ما كانش سهل. في الفترة دي حصل صراع قوة على مين هيتحكم في مستقبل بلاك روك، ولأن لاري كان عايز حتة أكبر من التورتة، فما كانش عايز يشارك أي حد في خططه للسيطرة على العالم. وفي 1995 لاري ضغط على واحد من المؤسسين، ستيفن شويزرمان، علشان يبيع حصته في بلاك روك ب 250 مليون دولار. وطبعا ده شخص غبي جدا، لأن حصته قيمتها دلوقتي أكتر من 12 مليار دولار. وبعد ألعاب القوة دي، طريق لاري للسيطرة على العالم ما عادش فيه حد بيوقفه. على مدار العقود اللي بعد كده لاري بقى أقوى وأقوى، لكن طموحه كان لسه ما تشبعش. فاكرين القنبلة الموقوتة اللي اتكلمنا عليها في أيام الأولى من العمل في فيرست بوستن؟ القنبلة دي كانت جاهزة دلوقتي إنها تنفجر. في 2008 حصل أسوأ انهيار مالي من أيام الجريت ديبريشن. تجار قالوا إن ده أغرب يوم شافوه في السوق، وتجار قدام قالوا إنه عمرهم ما شافوا حاجة زي كده، وإن ده أخطر ركود اقتصادي من عقود. وده معناه إن حياة أغلب الأمريكان والعالم كله هتتغير. لكن الحلو في الموضوع إن كل ده كان تحت سيطرة لاري. سندات الرهن العقاري بتاعته كانت هي الفتيل من الأول، ولاري كان عارف إن أزمة 2008 هتحصل، لكن تركيز بلاك روك على إدارة الأصول حماهم من الأزمة. في الحقيقة
الكارثة دي كانت فرصة للاري، لأنه كان الراجل الوحيد في وول ستريت اللي يقدر يصلح الأزمة. وبعلاقاته الشخصية مع وزير الخزانة تيموثي جيسنر، بلاك روك أخذت عقد من غير منافسة لإدارة أصول البنوك اللي انهارت في أثناء الأزمة، واستغل الكارثة دي علشان يبقى أقوى رجل في وول ستريت. لكن ده كان لسه وول ستريت بس، ولسه بعيد عن السيطرة على العالم. طب ازاي لاري قدر انه يتحكم في الحكومات واقتصاد العالم؟ بلاك روك عملت اختراق جديد لما بدأت تقدم ال ETFs، وده نوع من صناديق الاستثمار اللي بتحط الفلوس في كل الشركات في قطاع معين. والصناديق دي نجحت جدا بسبب الاستقرار والعائد الثابت. وطبعا بلاك روك بقت أكبر لاعب في السوق الجديد، ووصلت لقمة المجال، بتسحب فلوس من كل حتة، من أكبر البنوك لأصغر صناديق التقاعد. بلاك روك بقى ليها ايد في كل حاجة، وبدأت انها تسيطر على كل شيء. اشتروا حصص في تقريبا كل الشركات الكبيرة اللي موجودة في البورصة. يعني لو دورت مين مالك اي شركة كبيرة غالبا هتلاقي اسم بلاك روك. ولاري كمان كان شايف قوة التكنولوجيا في اقتصاد المستقبل، وعلشان كده بلاك روك صرفت مليارات الدولارات علشان تبني سوبر كمبيوتر يقدر يحلل الاستثمارات اللي هتكسب. البرنامج ده اسمه علاء الدين. البرنامج ده كان بيدير أكتر من 20 تريليون دولار من الأصول لبلاك روك. وللمقارنة 20 تريليون دولار رقم ضخم جدا، أكبر من اقتصاد دول كاملة، وده رقم أكبر من الناتج المحلي بتاع أمريكا كلها. وبعد كده بلاك روك استخدمت كل الفلوس دي وأصولها علشان تزود من سيطرتها أكتر على الاقتصاد، ودلوقتي بقت مرتبطة بالحكومات ارتباط ما ينفصلش. وزي ما حصل في 2008 الفيدرال ريزيرف استعانت ببلاك روك علشان تدير أصولها وتحميها من ركود اسمه الكورونا. بلاك روك استغلت الاعتماد ده علشان تكبر امبراطوريتها اكتر، وده خلى لاري فينك ملياردير ماسك قوة غير مسبوقة، مش بس على الاقتصاد ولكن على العالم كله. هو بيتحكم في الترندات، الثقافة، السياسة الخارجية، البنوك، وعنده قادة العالم في ظهره. ومع ان بلاك روك بتشرف على حوالي 10% من اقتصاد العالم كله، دلوقتي هي بتمتلك حصص في كل الصناعات تقريبا، من شركات الإعلام للبنوك لشركات البترول لصانعي الأسلحة. وفي السنين الأخيرة النتائج بقت مرعبة. مع بداية لاري فينك إنه يفرض سيطرته على العالم، كان في واحدة من الطرق اللي بلاك روك بتسيطر بيها على العالم، وهي سيطرتها على الإعلام. مع فانجارد جروب، ودي شركة استثمار هم ليهم جزء فيها، فبلاك روك دلوقتي بتمتلك 18% من فوكس كوربوريشن، و16% من CBS، و13.3% من كومكاست. ودول بيمتلكوا NBC وMSNBC وCNBC وسكاي، وكمان بيمتلكوا 12% من ديزني. وده مهم جدا لأن معناه إن أي شركة من دول لو حابة تاخد قرار سياسة داخلية فلازم إنها تستشير بلاك روك الأول. ونفس الكلام مع شركات التكنولوجيا الكبيرة. بلاك روك بقت أكبر مستثمر مؤسسي في جوجل وفيسبوك وتويتر وأمازون وحاجات كتير جدا غيرهم. قائمة استثماراتهم في الشركات حرفيا ملهاش نهاية. وبتوسيع نفوذهم بالشكل ده بلاك روك بقت مسيطرة على أكتر من 90% من الإعلام. وده يمكن يفسر أنت ليه عمرك ما سمعت عنها، لأن السيطرة على الإعلام خطوة مهمة جدا علشان تسيطر على العالم. لو كل الناس عرفت إن بلاك روك بتدير أكتر من 9.5 تريليون دولار من الأصول، فأكيد كان في أسئلة كتير جدا هتتسأل. وسيطرة بلاك روك مش بس في معلومات الإعلام، لكن كمان في بيانات السياسة والاقتصاد في العالم كله. وزي ما قلت قبل كده ده كله بيحصل من خلال برنامج علاء الدين اللي بيتوقع بدقة نتيجة كل استثمار. طيب السؤال، علاء الدين بيجيب المعلومات دي كلها منين؟ هنا الموضوع بيبقى مرعب شوية. بسبب امتلاك بلاك روك لحصص في البنوك وشركات التأمين ومنصات السوشيال ميديا وحتى صناديق المعاشات، فعلاء الدين بقى عنده كمية ضخمة من بيانات الناس الشخصية. أي حد سواء كان عارف أو مش عارف فهو إدى بلاك روك فلوسه. ومع أداة بقوة علاء الدين في إيديهم فكل الناس بقت عايزة جزء من التورتة. ولما تتحكم في كمية البيانات دي تقدر إنك تتحكم في العالم، لأن بلاك روك تقدر إنها تستخدم البيانات دي علشان تأثر في قرارات الشركات أو حتى في قرارات الحكومات. على سبيل المثال بلاك روك نجحت في إنها تضغط إنها تاخد عقد بإدارة تنظيم البنوك من الإيروبيان يونيون، لكن الصفقة اللي حصلت في الكواليس دي دلوقتي بيتحقق فيها، لأن بلاك روك نفسها بتمتلك البنوك اللي المفروض إنها تنظم الصفقة دي. وده مجرد مثال واحد من أمثلة كتير جدا من النوع ده. دراسة في 2016 في مجلة جورنال اوف فاينانس
وثقت إن شركات الاستثمار زي بلاك روك بتعمل تدخل واسع من وراء الكواليس في الشركات اللي عندها حصص فيها. والمشكلة بتكبر أكتر لأن بلاك روك عندها حصص في تقريبا كل الشركات المتداولة في البورصة. ودلوقتي مع الركود الحاصل حاليا فبلاك روك بتشتري أكبر عدد من البيوت والعقارات، وده طبعا بيرفع أسعار البيوت العادية للسماء. بلاك روك بتكسب لما المجتمع ما يمتلكش بيته ولكن لما يأجره، لأنها تقدر تعصر فلوس أكتر من الاقتصاد عن طريق الرهون العقارية على البيوت اللي أسعارها متضخمة. لكن الوضع كله بيبقى أشر لما تدرك إن قوة بلاك روك بقت هي كمان بتتأثر بلاعبين تانيين. مثلا في أغسطس 2020 بلاك روك بقت أول شركة أجنبية بيسمح ليها بالتدخل في صناعة صناديق الاستثمار في الصين، وده معناه إن بلاك روك بتقدر تستثمر وتمتلك أجزاء من شركات صينية. ربنا بس اللي يعلم بلاك روك وعدت شي جي بينج بإيه علشان يسمح لها بالتدخل ده، لكن بدخولها بلاك روك بقت بتشتغل مع شركات محظورة من أمريكا نفسها. مثال على ده استثمار بلاك روك في شركة مملوكة للحزب الشيوعي اسمها هيك فيجن. الشركة دي بتصنع تكنولوجيا أمن واتصالات للاستخدام المدني والعسكري للحكومة الصينية، ومعروفة كمان بانتهاكات حقوق إنسان واسعة. الفلوس اللي بتتضخ في الصين دي مش بس فلوس بلاك روك، معظمها جاي من صناديق معاشات وحسابات بنكية لناس عادية جدا بتحط فلوسها فيها، ومن غير ما يقصدوا هم بيدوها لبلاك روك. ومن خلال سيطرة بلاك روك على البنوك الناس ما عندهاش اختيار إذا كانوا هيدوا فلوسهم للحزب الشيوعي وبلاك روك ولا لا، ده لو أصلا كانوا سمعوا عن بلاك روك. الاتجاه الأخير ده إن بلاك روك بقت بتمول أنظمة سلطوية، ممكن يعني حاجات كتير سيئة للديمقراطية الغربية، لأنه بيدي قوة لأنظمة زي الصين وروسيا، وبيشجع أنظمة ديستوبية وبيخلي غيرهم يعمل نفس الشيء. بل إن مؤخرا بلاك روك نصحت المستثمرين أنهم يزودوا استثماراتهم في الصين 3 أضعاف، وده بيضخ مليارات زيادة في نظام ديستوبي على حساب الغرب. وأسوأ حاجة إن الصين بتشوف أصلا الشركات اللي شغالة عندها إن هم امتداد لنظام الحزب الواحد، هم بيمتلكوا الشركات والشركات بتنفذ أوامر الحزب. وده يخوف لما تعرف إن بلاك روك بتمتلك بيانات العالم كله. تجميع بيانات تيك توك ولا حاجة جنب بلاك روك. بلاك روك تعرف تفاصيل حسابات العالم البنكية، تفضيلاتهم، أذواقهم، بتحدد الترندات الاجتماعية وبتشرف على دول كاملة. فأي زيادة في الاستثمارات الصينية مش بس هيزود نفوذ بلاك روك لكن كمان نفوذ الصين. ومن أغسطس 2020 لما بلاك روك دخلت الاقتصاد الصيني وهي بتضخ فلوس أكتر وأكتر في الشركات الصينية، واضح إن سوبر كمبيوتر علاء الدين شايف إن ده استثمار مربح، لكن ممكن ما يشوفش تدمير القيم الغربية، وما يشوفش إزاي إن الحزب الشيوعي ممكن يأثر على اقتصادات العالم وسياساته، وما يشوفش إن استثمارات بلاك روك ممكن تكون هي الشرارة للتغيير ده. مين عارف بلاك روك ممكن تستثمر قد إيه كمان في الصين. لكن لو نموهم السنة اللي فاتت يدل على أي حاجة يبقى الصين هتبقى جزء أكبر من مستقبل بلاك روك، وده طبعا هيكون ليه عواقب خطيرة جدا. لكن الكرزة اللي فوق التورتة في كل ده إن بلاك روك هي القوة الأساسية وراء أرخص محاضرات الوك اللي بتقولك تحس بالذنب قد إيه. في 2018 ومع بداية الجيل الجديد للصوابية السياسية، لاري فينك كتب خطاب لكل الشركات اللي تحت إيده وقال بالنص: ساهموا في المجتمع أو خاطروا بخسارة دعمنا. وأضاف بالنص: المجتمع بيطالب إن الشركات عامة وخاصة يكون ليها هدف اجتماعي. وده كلام غريب جدا جاي من شركة حرفيا بتمول اضطهاد الشعوب، وشركة بتمول نظام نووي ديستوبي بيهدد نسيج الحضارة الغربية نفسها. ومع ضغط بلاك روك علشان الأهداف الاجتماعية، الشركات بقى عندها حاجة اسمها ESG سكور أو درجات الاستثمار المستدام، نظام تقييم مبني على وجهاتك السياسية والاجتماعية. يعني مثلا تعمل إعلان وك لشركة زي نايك، أو إنك تسكت أي آراء سياسية عاملة إثارة جدل على السوشيال ميديا. ده بيساعدك إنك تاخد ESG عالي، وبيحط الدرجة دي في صفحة علاقات المستثمرين بتاعتهم. ومن هنا بتطلع ثقافة العالم. خلقوا نظام تقييم شكلي كده يقولك لو انت عندك أجندة خضراء وإنك بتؤمن بالكاربون كريديتس وممكن تتاجر فيهم، فانت بتاخد درجة أعلى وتبقى أسهل للاستثمار فيك. والغريب إن الشركات الكبيرة زي شركات التأمين والمستثمرين المؤسسين بقوا بيبعدوا عن أي شركة ما عندهاش ESG صح. ولو الماضي علمنا حاجة فهو إن بلاك روك مكتوب لها إنها تتحكم في حياتنا اليومية أكتر وأكتر. من خلال علاقات لاري فينك القريبة بقادة حكومات العالم في حاجة زي الورلد ايكونوميك فورم، فواضح إن بلاك روك هتكبر أكتر. يمكن بلاك روك بتمثل عصر جديد من عالمنا المعولم،
عصر شركات مفترسة بتجمع قوة أكتر من الدول، بحيث السياسة والمجتمع مش بيتحددوا بالتصويت لكن بمجالس استثمار بتتحكم فيها بلاك روك، وبتدينا ثقافة باهتة وقاسية وفاضية. يمكن بلاك روك مجرد رمز العالم متقسم بين شركة أكبر من إنها تفشل وشعوب بلا فلوس وبلا قوة وبلا فرحة. عالم شركات زي بلاك روك بتشتري بيوتنا وبترفع عملتنا وبتكسب من صراعاتنا. علشان كده انت مش قادر تشتري بيت، وعشان كده بقينا متقسمين أكتر من أي وقت، وعشان كده شركات أكبر من إنها تفشل بقت بتحدد شكل حياتنا في العشرينات، لأننا خلاص مش عايشين في رأسمالية سوق حر، احنا عايشين في نظام اشتراكية الأغنياء. بس كده، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة واكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم في بلاك روك، وكمان شوفوا الفيديو ده هيعجبكم. أراكم في الفيديو القادم.